أعزائي المشاهدين متابعي برنامج صورة مصرية، أهلا وسهلا بكم وصورة مصرية مشرقة ومشرفة من داخل أرض الإسكندرية وقيادات وكيان شباب الوطن للريادة والتنمية، وهو المنسق العام في اسكندرية لهذا الكيان، ألا وهو الدكتور السيد أحمد سيد، منسق العام هذا الكيان بالإسكندرية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، شرفتنا واتشرف بالتواجد معكم يا رب. شرف يا فندم. الله يكرمك، الشرف لينا يا فندم. احنا جينا النهارده في ظل الفاعليه اللي حضراتكم عملتوها ككيان في حب مصر، او في الذكرى ال50 لانتصارات اكتوبر. كلمنا بقى عن الكيان الاول، كلمنا عن انتصارات اكتوبر وبتمثل ايه لحضرتك، وبعد كده نتكلم على الكيان. انتصارات اكتوبر بتمثل لينا حاجات كتير. يمكن احنا لما اتكلمنا النهارده عن لفتتنا الجميله هي لفتة بحبك يا مصر او بنحبك يا مصر. دايما بنقول بنحبك يا مصر عشان احنا شفنا ذكرى انتصارات اكتوبر على مدار 50 عام من كل اطراف الشعب. يمكن احنا ما حضرناش حرب اكتوبر، يمكن اتولدنا بعدها بفترات بسيطه، بس حرب اكتوبر تثبت للعالم كله ان اقوى خطه واقوى استراتيجيات حصلت في العالم من الجنود المصريه والمخابرات المصريه، وفي ظل فتره رئاسه انور السادات كان رئيس له فكر وله عقل مفكر مع الجنود والجيش المصري ان احنا نقدر نعمل حاجه فعلا وندمر العدو ونحطم خط بارليف باقوى برنامج تاريخي يدرس للعالم كله. فعلا هو اساتذه الدفاع الجوي والاساتذه العسكريين كلهم اجمعوا ان هي اقوى حرب في العصر الحديث. كلمنا بقى، نرجع بقى لحضرتك بقى في الاحتفالات دي، تقول لنا بقى الكيان ايه هو الكيان شباب الرياده والتنميه. كيان شباب الوطن للرياده والتنميه كيان تابع لوزاره الشباب والرياضه، او يعمل تحت مظله قياده وزاره الشباب والرياضه. كيان هدفه خدمي تطوعي يخدم شباب المجتمع، يستهدف الفئة العمرية من سن 18 ل 35 سنة لفترة سن الشباب. طبعا أعمار أكتر من كده كلها شباب العمل. واستهدفنا وطلعنا لجنة براعم من 9 سنين ل 17 سنة يقودها جيل صاعد يقدر يفكر لقدام ازاي نقدر نطور الشباب وازاي نأهلهم سياسيا ونعرفهم يعني ايه بلد ويعني ايه خدمه تطوعيه، ازاي تقدر تخدم اهلك في منطقتك واهلك في كل انحاء الجمهوريه. كيان له فكر كبير، فكر يستهدف الشباب فعلا، يستهدف العقول الجميله، ازاي نعرفهم يعني ايه مصر، يعني ايه ان انت تحب بلدك، يعني ايه تقدر تخدم اهلك، يعني ايه تقف جنب مؤسسات الدوله، يعني ايه دوله اصلا. يعني الكيان ده بنقول امتداد ظهير سياسي للدولة، ولا احنا بنقوله هو مستقل ككيان مستقل بس بيساند الدولة، وليس يعني بيساند الدولة في المشاريع الجميلة اللي بيعملها سيادة الرئيس وفي الحاجات الكويسة اللي بيعملها سيادة الرئيس، وبيقوم على تدريب الشباب وتدريب وتثقيف الشباب وتوعية الشباب وحماية فكر الشباب المخترق من الخارج حاليا. يعني الكيان مش بيستهدف مؤسسات الدولة بس او خطة الدولة بس، لا ده احنا بندعم اصلا. الدولة واقفة جنبنا بفكر انها بيفتحوا لنا مراكز الشباب. طبعا معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي فتح لنا مراكز الشباب في اسكندريه هنا تحت قياده الدكتوره صفاء الشريف. يمكن متعاونين معانا ازاي نقدر احنا نطور الشباب علميا وثقافيا وعمليا. بنعمل شغل الحرف اليدويه. يعني مفيش صعوبات بتقابلها، مفيش صعوبات بتقابلها دلوقتي ككيان؟ كل اجهزه كل منظمات الدوله بتساند حضرتك، ولا في حاجات ما؟ لا بص، احنا هنتكلم كدوله. الوزاره موفره لنا كوزارة الشباب والرياضة جميع مراكز الشباب والرياضة على مستوى اسكندرية متوفرة لنا، مش بيأثروا. احنا بنختارهم بالمكان وهم بيختاروا الهيئات الأمنية، وبيبقى فيه رعاية ورقابة متكاملة، لأن احنا بنستهدف فئة عمرية كبيرة. فئة الشباب دي أقوى فئة. يعني احنا اسكندرية بنستهدف من فئة الشباب 2 مليون ونص، 2 مليون ونص شاب ما بين أعمار ال 18 ل 35 سنة. انت بتستهدف قيمة كبيرة ان انت تقدر تعرفهم يعني ايه دوله. احنا بنشتغل على الدوله حرفيا مع الدوله من خلال الكيان، شغل حرفي بس شغل ثقافي، تدريب وتثقيف بكل الطرق. بنقدر نعمل اي حاجه انتوا عايزينها. طب حضرتك بقى بنهنيك على انتصارات اكتوبر وبنهنيك على الكيان ده ونجاح الكيان هنا داخل اسكندريه. كلمه بقى اخيره حابب تقولها للشباب. بنقول للشباب دايما اقفوا جنب بلدكم،
بلدكم دي مصر، مصر ام الدنيا فعلا بجد. لازم نحافظ. يمكن احنا سمينا كيان شباب الوطن للرياده والتنميه كيان، يعني عيله. لازم نبقى اسره واحده بنحب بعض. لازم الفئه الشباب دي كلها تستهدف فعلا وتطور من نفسها وتقف جنب بلدها ثقافيا وعلميا وحرفيا. لازم نقف جنب الدوله ونقول شغيل بنحبك يا مصر. طبعا بنحبك يا مصر. وده كان احلى كلام واحلى نهايه مع الدكتور سيد احمد سيد، المنسق العام او منسق عام اسكندريه لكيان الشباب للرياده والتنميه. وان شاء الله باذن الله ننتظر من مصر المزيد ومزيد، وابنائها وسواعدها وشبابها المزيد ومزيد. بنشكر الدكتور سيد في النهايه، بقول له الف شكر على هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك يا فندم، واتشرفت بالتواجد معكم. ونقول لمصر كلها كل سنه وانت طيبه، وكل شعب مصر طيبين في انتصارات اكتوبر العام ال50. كل سنه ومصر كلها طيبه. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين، كان لقاءنا مع الدكتور سيد، وانتظرونا ولقاءات اخرى وبرنامجكم صوره مصريه.